السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم في الفيديو عن الزراعة في شهر يوليو، وهو الشهر السابع من السنة، واللي بيعرف بحرارته المرتفعة في أغلب الأماكن. وبعض الناس يعتقد أن الزراعة في هذا الشهر صعبة أو غير ممكنة، لكن الحقيقة في العديد من المحاصيل اللي بتنجح بشكل ممتاز في الظروف ده لو اخترنا الأنواع المناسبة ووفرنا لها الرعاية الجيدة. وفي نهاية الفيديو هنتكلم عن بعض النصائح المهمة لنجاح الزراعة في شهر يوليو. بس الأول ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك. أول محصول معانا اللي ممكن نزرعه الذرة. ده من النباتات اللي بتحب الشمس والحرارة، وكمان بتنمو بسرعة إذا كانت التربة جيدة التهوية والصرف. ومن الأفضل زراعتها في صفوف قريبة من بعضها عشان تدعم بعضها البعض، وكمان تكون حريص على ريها بانتظام خاصة في بداية النمو. تاني محصول معانا هو الفاصوليا. الفاصوليا بتنمو بسرعة وبتحتاج إلى دعم زي الأعواد أو شبك بسيط تتسلق عليه. بتفضل التربة الخفيفة والري المنتظم، وهي من المحاصيل اللي بتدي إنتاج جيد خلال فترة قصيرة. تالت محصول معانا الملوخية. هي نبتة صيفية ممتازة، مش محتاجة خدمة كبيرة، بتنمو بسرعة وممكن تقص القمم بانتظام عشان تشجع على النمو الأفق. وهي من المحاصيل اللي ممكن تحصدها أكتر من مرة في الموسم الواحد. رابع حاجة معانا الريحان. من النباتات اللي بتنجح زراعتها في شهر يوليو. بتحتاج لشمس مباشرة وتربة خفيفة، ويفضل تقليمه بانتظام للحصول على أوراق جيدة وطرية. وممكن نزرعه في الحديقة أو في أوعية صغيرة على السطح. وكمان عندنا البتنجان والفلفل، من أفضل المحاصيل للزراعة الصيفية، وبيحتاجوا الحرارة مرتفعة وضوء شمس مباشر. وكمان يجب ريهما بانتظام، وبنسمتهم مرة كل أسبوعين باستخدام السماد العضوي الطبيعي للحصول على أعلى إنتاج. آخر حاجة هنتكلم عنها بعض النصائح المهمة لنجاح الزراعة في شهر يوليو. أول حاجة معانا الري. يفضل إن الري يكون الصبح بدري أو قبل المغرب عشان تقلل من تأخير المية، وكمان تستفيد من الري. تاني حاجة استخدام النشارة أو تغطية سطح التربة بالجش أو الأوراق الجاف، بتساعد على الحفاظ على رطوبة التربة، وكمان بتحميها من حرارة الشمس المباشرة. تالت حاجة لو كانت أشعة الشمس قوية جدا في النهار، ممكن تستخدم تظليل خفيف زي شباك الظل عشان تقلل شدة الضوء وما تمنعش التهوية. رابع حاجة معانا راقب النباتات بانتظام لأي علامة ذبول أو اصفرار، وده بيساعد على اكتشاف المشكلة بدري ومعالجتها بسرعة. في النهاية الزراعة في شهر يوليو ممكنة وناجحة لو اخترنا المحاصيل المناسبة ووفرنا لها الرعاية الصحيحة.